الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وهو يدلي بصوته في شبرا. والحقيقة يعني كاميرات كثيرة موجودة، تغطية إعلامية كبيرة في هذا المكان في محاولة لأخذ كلمة من البابا شنودة صوته. الحقيقة يعني إيجابية من كل المصريين النهاردة، يعني في مثل أعلى لكل المصريين في كل مكان يعني وفي كل دايرة الشعب وفي كل هو الذي منطقة. يشرف على تنظيم انتخابات. قبل كده يعني كنا بنتكلم عن حيرة شديدة كانت بتبقى موجودة لدى الشعب المصري. لا أقصد ما كانش في حيرة، لأن الشعب المصري كان يعني الصناديق بتيجي، هم بصراحة النظام اللي فات كان بيخدم الشعب المصري في حاجة. الصناديق بتيجي مليانة، كانت بتيجي هي مليانة بنعم ونعمين كمان بالظبط كده. ويعني ما بنكلفش الشعب حتى الحيرة، وبعدين غير الجهد اللي ضايع في التسويد والتأثير بتيجي الصناديق متقفلة جاهزة كانت يعني بتيجي متقفلة، لكن النهاردة حالة الحراك السياسي بالتأكيد، والاجتماعي. يعني إذا كانت الأشياء يعني بضدها تتميز الأشياء، هذا الاستفتاء وهذا العرس السياسي الجميل جاي في أعقاب انتخابات برلمانية كانت الأسوأ والأكثر فضائحية في تاريخ الانتخابات على مستوى العالم، وسبقها انتخابات شورى كانت يعني مذرية، ودي كانت القشة اللي قسمت ظهر البعير. وبالتالي